بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الصف الثاني الإعدادي، أهلا وسهلا بكم. معنا بإذن الله الدرس الثاني من الوحدة الأولى، تدرج الخواص في الجدول الدوري الحديث. نبدأ على بركة الله. طبعا زي ما عرفنا في الدرس الأول إن عندي الجدول الدوري الحديث بيتكون عندي من 7 دورات أفقية، وعبارة عندي طبعا عن 18 مجموعة 18 مجموعة رأسية. وكنا قسمنا عندنا الجدول الدوري الحديث إلى 4 فئات. كان طبعا عندي أول فئة هي الفئة S، والفئة B، والفئة D، وكان عندي الفئة F. فكان عندي الفئة S كانت بتقع عندي في يسار الجدول الدوري الحديث، والفئة B تقع في يمين الجدول الدوري الحديث. وكان عندي الفئة D اللي هي العناصر الانتقالية، كانت بتقع بين الفئة S والفئة B في وسط الجدول الدوري الحديث. بينما عناصر الفئة F كانت بتقع عندي في أسفل الجدول الدوري الحديث، وكانت بتنقسم عندي إلى سلسلتين: اللانثانيدات والأكتينيدات. سميناها اللانثانيدات لأنها كانت بتأتي بعد عنصر اسمه اللانثانيوم، تمام. والأكتينيدات كانت بتأتي بعد عنصر يسمى عندي الأكتينيوم في الدورة السابعة. النهارده بقى عايزين ناخد عندنا تدرج الخواص في الجدول الدوري الحديث. طب هناخد تدرج الخواص في الجدول كله ولا فئة معينة في الجدول؟ لا، هناخد الكلام ده في فئة معينة من الجدول. كان عندي الفئة S كانت بتنتهي عندي بالحرف A، بينما عندي الفئة D كانت بتنتهي عندي طبعا بالحرف B. الفئة B كانت عندي بتنتهي أيضا بالحرف A زي الفئة S. فإحنا هناخد تدرج عندنا العناصر أو تدرج الخواص في الجدول الدوري الحديث بالنسبة لكل من الفئات التي تنتهي بالحرف A. يعني كده إحنا هناخد تدرج الخواص بالنسبة لعناصر الفئة S والفئة B. مش هيكون لنا طبعا أي دعوة أو أي حاجة بإيه، ما عندناش شغل خالص، لا الفئة دي ولا عندي الفئة F اللي هي العناصر الانتقالية واللانسانيدات والأكتينيدات. الشغل بتاعنا كله هيكون على عناصر الفئة S وعناصر الفئة B، يسار ويمين الجدول الدوري الحديث. طيب، بالنسبة عندنا للخواص اللي هندرسها معانا في الجدول الدوري الحديث عناصر الفئة A، عندنا 3 خواص. الخواص ديت اللي هي عندي خاصية الحجم الذري أو أسميها نصف القطر. الخاصية الثانية هيكون اسمها السالبية الكهربية. الخاصية الثالثة هتكون معانا اسمها الخاصية عند الفلزية واللا فلزية. طبعا هندرس الكلام ده فين؟ في المجموعات اللي هي بتنتهي عندي بالحرف A، اللي هي عندي الفئة S والفئة B. نيجي نشوف معانا طبعا أول خاصية، وهي خاصية الحجم خاصية الحجم الذري. عشان أعرف أنا شطار حجم الذرة، والله حجم الذرة ده عشان أعرفه لازم تكون عارف حاجة اسمها نصف القطر. حاجة اسمها نصف القطر. يبقى أنا عشان أعرف والله عندي حجم الذرة لازم أكون عارف نصف قطر الذرة. وكل حاجة لها وحدة قياس، فنصف القطر عندي بيقدر بوحدة تسمى البيكومتر اللي أنا هختصرها بالاختصار BM. يبقى حجم الذرة بيحدد بمعلومية نصف القطر، ونصف القطر اللي هي وحدة قياس تسمى عندي وحدة البيكومتر. طب البيكومتر ده بيعادل كام بقى؟ قال لك هات المتر، هات عندك 1 متر. متر اللي هو عبارة عن 100 سنتيمتر. الواحد متر ده قسمه مليون جزء. مليون جزء. يعني المتر ده هتقسمه مليون جزء. خد جزء واحد فقط من المليون ده، الجزء الواحد ده بيمثل عندك مين؟ البيكو متر. معنى ذلك أن البيكومتر عبارة عن 1 في 10 أس سالب 12 من المتر. يعني المتر هقسمه مليون، آخد منه جزء واحد فقط. الجزء الواحد فقط ده بيمثل عندي 1 بيكومتر. معنى ذلك أن ال1 بيكومتر بيساوي 1 في 10 أس سالب 12 من المتر.
تعالى بقى نشوف معانا، هناخد تدرج خاصية الحجم الذري لعناصر الجدول الدوري. لما أجي أقول لك تدرج الخاصية في الجدول الدوري، هترد عليا تقول لي الجدول الدوري مكون عندي من دورات ومجموعات، 7 دورات و18 مجموعة. طيب، إحنا هناخد تدرج الخاصية دي هل في الدورة ولا في المجموعة؟ لا، هناخد تدرج الخاصية في الدورة والمجموعة، الدورة الأفقية والمجموعة الرأسية. فبيجي يقول لي عندك أول مقطع من الجدول الدوري الحديث، زي ما اتفقنا إن إحنا هنشتغل على عناصر الفئة A اللي هي بتنتهي عندي بالحرف A، اللي هي عناصر الفئة S وعناصر الفئة B اللي هي بتنتهي عندي بالحرف A. فكان عندي 1A 2A، كان بيجي بعد كده العناصر الانتقالية في المنتصف، هنا خلاص ملناش دعوة بيها. أروح لليمين الجدول الدوري، تبدأ معايا عناصر الفئة B. كانت B عندي عبارة عن 6 مجموعات: 3A 4A 5A 6A 7A. كان هنا طبعا عندي المجموعة الصفرية اللي هي بتكون تمت الامتلاء، برضو ماليش دعوة بيها في الشغل بتاعها. فاحنا هنشتغل على عناصر ال 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A. ال 1A وال 2A دول عناصر الفئة S، من 3A لحد 7A ده عناصر عندي الفئة B. تعال نشوف بقى معانا الحجم الذري بيحصل له ايه معانا في الدورات والمجموعات. فلو جينا نشوف عندنا دي كده، بدأنا هنا في الدورة الدورة الثانية اللي هي بتبدأ بعنصر اللانثانيوم اللي هو العدد الذري بتاعه 3. فلما كنت بوزعه كنت بلاقيه عندي 2 1، يعني عنده مستويين طاقة، وبالتالي العنصر ده هيكون في الدورة الثانية. فهنا لو جيت بصيت على نصف القطر اللي احنا هنمثله عبارة عن كرة كده أو دايرة صغيرة، لو أنا مشيت كده يبقى أنا كده ماشي في الدورة ولا في المجموعة؟ ماشي أفقي، يبقى أنا كده ماشي في الدورة. والدورة كام؟ الدورة التانية. بصيت كده لنصف القطر، تدريجي تدريجي لقيت نصف القطر بيحصل له إيه؟ بيقل. نصف القطر بيحصل له عندي بيقل. ليه أنت يا نصف القطر بتقل عندك في الدورة؟ ولو بصيت هنا في المجموعة لقيت عندي الكرة اللي هي بتمثل نصف القطر دي بيحصل لها الحجم بتاعها بيحصل له إيه؟ بيزيد، الحجم بتاعها بيزيد. معنى ذلك إن نصف القطر يقل في الدورة ويزداد عندي يزداد في المجموعة، يزداد في المجموعة. بالمثل كده تعالى بص لي في الدورة الثالثة اللي هي بتبدأ عندك بعنصر الصوديوم، تيجي بعد كده المغنيسيوم ألمنيوم سيليكون بورون سيليكون كلور. فتيجي تبص تلاقي نصف القطر بيحصل له إيه؟ ماشي كده في الدورة الأفقية ألاقي عندي نصف القطر يقل. لو جيت أمشي في المجموعة الرأسية العمودية ألاقي عندي نصف القطر بيحصل له إيه؟ بيزداد. معنى ذلك إن نصف القطر بيقل في الدورة، وماله بيحصل له إيه في المجموعة؟ بيزداد في المجموعة العمودية الرأسية. تعال نشوف بقى إيه السبب اللي بيخلي نصف القطر يقل في الدورة ويزداد عندي في المجموعة. لو بدأنا أول حاجة عندنا في الدورة الواحدة، الدورة الأفقية، الدورة بتبدأ من اليسار وتنتهي باليمين، الدورة مشي أفقي. نصف القطر بيحصل له إيه في الدورة؟ بيقل. لو فرضنا إن أنت بدأت هنا ببرتقانة، وصلت في الآخر خالص بقت إيه؟ سبحان الله، بقت عندك ليمونة. لو أنت ماشي في المجموعة العمودية الرأسية، البرتقانة دي انطرح فيها البركة بتبقى عندك إيه؟ بطيخة. تمام؟ فهنا دي برتقانة أصبحت في الدورة إيه؟ ليمونة. في نهاية عندك المجموعة أصبحت عندك إيه؟ بطيخة. كده تقل بركتها وكده زادت إيه؟ البركة فيها. عايزين نعرف بقى ليه هنا بيقل نصف القطر وليه هنا في المجموعة بيزداد عندي نصف القطر. لو بدأنا بأول حاجة عندنا في الدورة الأفقية، في الدورة الأفقية، هتيجي تقول لي والله في الدورة الأفقية لو بصيت عندي في الدورة الأفقية هلاقي نصف القطر عندي بيحصل له إيه؟ بيقل. ليه هي نصف القطر أنت بتقل؟ قال لك بسبب زيادة قوة جذب النواة لإلكترونات مستوى الطاقة الخارجي. احنا عارفين إن النواة الشحنة بتاعتها موجبة، والإلكترونات اللي بتدور عندنا في مستويات الطاقة الشحنة بتاعتها بتكون سالبة. ففي تجاذب ما بين عندي النواة والإلكترونات السالبة.
فكل ما بيزيد عندي عدد الإلكترونات، أنا بادئ مثلا في الدورة الثانية شطار، فبالتالي عندي مستويين طاقة فقط. فلو بدأنا كان عندنا الليثيوم 3 كان عنده 3 إلكترونات، والنواة من جوه عندها موجب 3 بروتونات، ففي تجاذب ما بين موجب 3 وسالب 3. بدأت أنتقل إلى عنصر تالي العدد الذري بتاعه 4، فكان في النواة موجب 4، وبره في مستويات الطاقة زاد إلكترون كمان بقى سالب 4. بقى 4 بيشدوا 4 موجب و4 سالب، فقوة تجاذب النواة بتسحب أكتر بتشد أكتر، تمام، بسبب زيادة مين؟ عدد إلكترونات مستوى الطاقة الخارجي، والإلكترونات شحنتها سالبة والنواة شحنتها موجبة. وبالتالي كل ما أنا ماشي في الدورة الأفقية عدد الإلكترونات بيزيد مع ثبات نفس عدد مستويات الطاقة، ألاقي عندي قوة جذب النواة يحصل لها إيه؟ تزيد. لما أنا عندي هنا النواة قاعدة تجذب إلكترونات مستوى الطاقة الخارجي، بالتالي هلاقي مستوى الطاقة الخارجي يحصل له إيه؟ يقرب شوية من النواة. معنى إنه يقرب من النواة يعني نصف القطر يبدأ يحصل له إيه؟ يقل تدريجيا. يقل إيه؟ تدريجيا. يبقى ليه الحجم الذري في الدورة بيقل بزيادة العدد الذري؟ هتيجي تقول لي بسبب زيادة قوة جذب النواة لإلكترونات مستوى الطاقة الخارجي، بتجذبها يعني بتقربها منها. معنى إنها بتقرب إلكترونات مستوى الطاقة الخارجي منها يعني كده بتعمل على تقليص أو نقص نصف الإيه؟ نصف القطر. يبقى العدد الذري بيزيد، الحجم يقل، يبقى العلاقة هنا اسمها علاقة إيه؟ هتيجي تقول لي علاقة عكسية. علاقة إيه؟ عندي علاقة عكسية ما بين مين ومين؟ ما بين العدد الذري في الدورة ونصف القطر. علاقة إيه؟ عندي علاقة عكسية. تعالى هو تشوف كده الحجم الذري في عناصر الدورة. طبعا مين؟ الدورة الثانية اللي هي بتبدأ بعنصر مين؟ الليثيوم. الليثيوم كان 3 كنت بلاقيه عندك 2 1، فده كده في الدورة الإيه؟ في الدورة الثانية لحد ما تصل إلى الفلور اللي هو كان 9، لما كنت باجي أوزعه بص ألاقيه 2 7. فكده عدد الإلكترونات بيحصل له بيزيد، قوة جذب النواة بيزيد، وبالتالي هلاقي نصف القطر يحصل له إيه؟ يقل. وبالتالي هلاقي مين أقل واحد في نصف القطر؟ هو مين؟ عنصر الفلور، أصغر واحد في نصف القطر. مين أكبرهم في نصف القطر بالنسبة للدورة هنا؟ هيكون عنده عنصر مين؟ عنصر الليثيوم اللي هو بيقع عندي في المجموعة 1A. يبقى طالما ما أنا ماشي كده 1A دايما ده أكبر عناصر الجدول الدوري في الحجم الإيه؟ في الحجم الذري. ليه ال 1A أكبرهم في الحجم الذري؟ لأن ال 1A بتقع في يسار الجدول الدوري، وطول ما أنا ماشي من اليسار لليمين في الدورة الواحدة نصف القطر يحصل له إيه؟ يقل. معنى ذلك الكبير بيكون على إيد الشمال والصغير بيكون على إيد اليمين. فأصغر واحد هنا في نصف القطر في الدورة ديت هو هيكون عندي مين؟ الفلور. والعلاقة هنا طبعا عندي علاقة عكسية ما بين مين ومين؟ بين الحجم الذري والعدد الذري فين؟ في الدورة الواحدة. فالحجم الذري لعناصر الدورة الواحدة يتناسب عكسيا. يعني ايه عكسيا؟ يعني العدد الذري يزيد الحجم الذري يقل. ادي معنى علاقة ايه؟ علاقة عكسية. فلو جيت بقى ارسم عندي العلاقة العكسية ما بين الحجم الذري والعدد الذري، هتيجي تقول لي انا ماشي كده في الدورة الواحدة العدد الذري بيزيد. مثلا الدورة اللي معانا ده العدد الذري 3 4 5 6 7، فهو الحجم الذري بالنسبة للعدد الذري 3 كان أكبر واحد. طول ما أنت نازل كده الحجم الذري بيحصل له إيه؟ بيقل معاك الحجم الذري لحد ما تصل إلى أصغر عنصر في الدورة وهو الفلور اللي هو العدد الذري بتاعه كام؟ 9، اللي كان بيتوزع معايا 2 7. تمام. فالعلاقة هنا عندي علاقة عكسية. جالي سؤال يعبر الشكل نقط عن العلاقة بين الحجم الذري والعدد الذري فين؟ في الدورة ولا في المجموعة؟ لا، بيقول لك في الدورة. والله في الدورة الواحدة العلاقة هنا عندي علاقة عكسية. يعني ايه عكسية؟ يعني الحجم الذري بيزداد، اللي هو عندي الحجم الذري بيزداد ألاقي نصف القطر، ما هو الحجم الذري هو نصف القطر، ألاقي عندي العدد الذري لو الحجم الذري بيزيد يبقى العدد الذري بيحصل له ايه؟ يقل. طب العدد الذري بيزداد الاقي نصف القطر يحصل له يقل. علاقة اسمها ايه؟ علاقة عكسية. تعال نشوف كده العلاقة رقم 1. بيجي يقول لي كده بزيادة العدد الذري كده العدد الذري بيزيد،
3 4 5 6 7 وهكذا. قال لك الحجم الذري ايه ده؟ الخط الافقي ده، الرقم ده لو فرضنا هنا الحجم الذري ده مثلا 100 بيكو متر، فلما كان العدد الذري بتلاتة الحجم الذري ب100، 4 ب100، 5 ب100، 6 ب100. يعني العلاقة دي ثابتة، الحجم الذري ثابت بزيادة العدد الذري. لا، الكلام ده خطأ، ما ينفعش الكلام ده، ايه، خطأ، ما ينفعش. طب تعال نشوف الشكل التاني رقم ب. طب سيب بقى للآخر، تعالى الجيم. ايه اللي بيحصل؟ هنفرض العدد الذري هنا 3 4 5 6 7. كلام جميل. ايه اللي بيحصل هنا في الحجم الذري؟ هتيجي تقول لي والله 3 كان عنده حجم ذري كبير. كلام جميل. 4 بقى أقل شوية، 5 بقى أقل أقل أقل، يعني كده الحجم الذري بيحصل له إيه؟ بيقل. معنى ذلك إن العلاقة هنا العدد الذري بيزيد والحجم الذري بيقل، يبقى علاقة اسمها عكسية، يبقى ده الإجابة الصحيحة. أمال رقم 2، لا، 2 دي علاقة طردية، بمعنى كل ما العدد الذري بيزيد تلاقي عندك الحجم الذري بيحصل له إيه؟ بيزيد. فأكبر واحد في العدد الذري أكيد هو أكبر واحد في الحجم الذري، ودي علاقة طردية، والكلام ده ما بيحصلش عندي في الإيه؟ في الدورة الأفقية. أمال الشكل رقم د، تعالى شوف كده العدد الذري كده بيزيد، الحجم الذري بيحصل له إيه؟ يقل 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 ويرجع يزيد مرة أخرى. برضو الكلام ده خطأ، ما بيحصلش عندي. فالإجابة الصحيحة العلاقة العكسية هي رقم عندي ج. تعال نشوف بقى عندنا علاقة الحجم الذري في المجموعة الواحدة. فبيجي يقول لك والله لو مسكنا عندنا المجموعة اللي هي بتبدأ بالليثيوم، صوديوم، بوتاسيوم، روبيديوم، سيزيوم، اللي هي المجموعة 1A، اللي هي أول مجموعة عندي في الجدول الدوري في يسار الجدول الدوري. كلام جميل. مالها المجموعة دي؟ هنبدأ إن إحنا بدأنا عندنا بالبرتقال أهي، ما شاء الله الحجم بيزيد 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 لحد ما وصلت للسيزيوم بقى عامل زي البطيخة. معنى ذلك إن الحجم الذري أو العدد الذري بيزيد والحجم الذري بيزيد. العدد الذري الليثيوم 3، الصوديوم 11، بوتاسيوم 19، روبيديوم 37، سيزيوم. فبلاقي العدد الذري بيزيد وبلاقي في نفس الوقت الحجم الذري بيزداد. ففي عندي علاقة طردية بزيادة العدد الذري في المجموعة الواحدة. بلاقي عندي إيه اللي بيحصل؟ بلاقي طبعا الحجم الذري بيزداد. وده اللي بيقول لي عليه اهو، كلما اتجهنا من اعلى لاسفل. من اعلى لاسفل يا عم انا كده ماشي في المجموعه مش في دوره. ايه اللي بيحصل في المجموعه؟ تعالى، انت لما بتنتقل من مجموعه لمجموعه، الليثيوم كان عنده مستويين طاقه، انتقلت لمجموعه جديده، انتقلت العنصر تحت منه في نفس المجموعه، يبقى انا كده كاني انتقلت لدوره جديده. ما هو الليثيوم كان في الدوره الثانيه، الصوديوم كان بداية الدورة الثالثة، البوتاسيوم بداية الرابعة، الروبيديوم الخامسة، الستيزيوم بدايته السادسة. فلما بنتقل من الليثيوم للصوديوم، الليثيوم كان عنده مستويين طاقة، هلاقي الصوديوم بقى عنده 3 مستويات طاقة، هلاقي البوتاسيوم أصبح عنده 4 مستويات طاقة وبيقع في الدورة الرابعة. يبقى أنا هنا من الانتقال من أعلى لأسفل في نفس المجموعة، يبقى كأني بنتقل من دورة لدورة، يبقى عدد مستويات الطاقة بيزداد. بالتالي في هنا عندي نواة موجبة الشحنة، والنواة هنا عايزة تجذب الإلكترونات مستوى الطاقة الخارجي اللي في آخر مستوى خالص. فكل مدى بيزيد عندك مستوى طاقة، بيزيد مستوى طاقة، فمستوى الطاقة الجديد اللي بيزيد معاك ده بيعمل إيه؟ كأنه حاجز ما بين النواة الموجبة والإلكترونات السالبة اللي في مستوى الطاقة الأخير. النواة عايزة تشد الإلكترون اللي بره ده، مش قادرة. ليه مش قادرة؟ أو القوة بتاعتها بتقل بسبب زيادة عدد مستويات الطاقة اللي هي بتحجب إلكترونات مستوى الطاقة الخارجي أو الأخير عن مين؟ عن النواة. لما أجي أنتقل بعد كده للدورة الخامسة ألاقي عندي 5 مستويات طاقة. فالنواة موجودة هنا، النواة الموجبة عايزة تجذب الإلكترون الأخير الموجود هنا، فتبص تلاقي قدامها دي 1 2 3 4، 4 مستويات طاقة مكتملين بالإلكترونات، حاجزين عنها مين؟ الإلكترون اللي هو موجود في مستوى الطاقة الخارجي. فبالتالي عايزة تجذبه مش قادرة، في حاجز هنا، في مانع هنا، كأن في زمايلك كده واقفين بينك وبين صاحبك اللي في آخر الصف، فأنت ما أنتش شايفه، حاجزينه إيه عنك، وبالتالي قوة جذب النواة هنا بتقل.
لما قوة جذب النواة تقل بقى للإلكترونات التكافؤ أو إلكترونات مستوى الطاقة الأخير، فخلاص كده الذرة بيحصل لها إيه؟ الذرة بتاخد راحتها كده، وبالتالي هيزداد إيه؟ يزداد حجمها اللي أنا بسميه نصف الإيه؟ نصف القطر. يبقى هنا والله بيجي يقول لي كلما اتجهنا من أعلى إلى أسفل هيزداد عندي عدد مستويات الطاقة المشغولة بالإلكترونات. مستويات الطاقة بتزيد؟ يبقى في حاجز ما بين النواة والإلكترونات مستوى الطاقة الخارجي أكيد. فالحاجز ده بيعمل على إيه؟ إنه بيحجز أو بيحجب جذب النواة لإلكترونات مستوى الطاقة الخارجي. فبزيادة العدد الذري في المجموعة العدد الذري بيزيد، بلاقي نصف القطر أيضا بيحصل له إيه؟ بيزداد. ده بيزداد وده بيزداد الاتنين مع بعض، فبسميهم علاقة طردية. علاقة إيه؟ طردية. فعلاقة الحجم الذري بعناصر المجموعة الواحدة تناسب طردي. خلي بالك في المجموعة يبقى في الدورة عكسي، وفي المجموعة هنا بيكون عندي التناسب طردي. طردي بيكون بالشكل اللي قدامك ده. معنى الشكل ايه ده؟ يعني كل ما العدد الذري بيزيد تبص تلاقي عندك الحجم الذري بيزداد. ده أقل واحد في العدد الذري الحجم الذري بتاعه أقل. كل ما بتزود عندك العدد الذري تبص تلاقي عندك الحجم الذري بيحصل له إيه؟ بيزداد. الحجم الذري بيزداد. علاقة عندي إيه؟ طردية. يبقى والله تدرج خاصية الحجم الذري في الجدول الدوري في الدورة والمجموعة. في الدورة بدأت ببرتقانة، البرتقانة بس أصبحت عندي إيه؟ ليمونة. فهنا نصف القطر حصل له بيقل بزيادة العدد الذري. ليه بيقل؟ بسبب قوة جذب النواة الموجبة لإلكترونات مستوى الطاقة الخارجي اللي هي سالبة، وبالتالي نصف القطر بيقل. علاقة عكسية. وبالتالي هلاقي أصغر عنصر عندي وهو مين؟ الفلور في الدورة هنا اللي بتمثل معانا. وبرضه في الجدول الدوري ككل هلاقي أصغر عنصر عندي هو مين؟ الفلور. لأن أنت لو بصيت بقى في مجموعة الفلور، لو خدت الفلور وخدته هنا للمجموعة تدرج العدد الذري في الإيه؟ في المجموعة، فهتلاقي الفلور بادئ معاك ببداية الإيه؟ بداية بداية إيه؟ بداية مجموعة. لو أنا نازل من فوق لتحت ستيفن إيه؟ الفلور. تمام؟ فالفلور هنا المجموعة العدد الذري بيزداد، نصف القطر بيحصل له ايه؟ هتلاقي نصف القطر بيحصل له انه بيزيد. يبقى كده عندي الفلور ده اصغر واحد في الحجم الايه؟ في الحجم الذري. امال السيديوم؟ هتيجي تقول لي السيديوم ده بيقع في نهاية المجموعة 1A، وهنا العدد الذري بيزيد الحجم الذري بيزيد. وايضا السيديوم بيقع في بداية الدورة الستة، في بداية عند الايه؟ الدورة الستة. وبالتالي العدد الذري كده في الدورة بيزداد، نصف القطر بيقل. فهلاقي أيضا إن السيزيوم ده أكبر العناصر بتاعة الجدول الدوري في الحجم الذري. يبقى أصغر عنصر معانا الفلور يقع في أعلى يمين الجدول الدوري، وأكبر عنصر وهو السيزيوم يقع في أسفل يسار الجدول الجدول الدوري. يبقى هنا نصف القطر في الدورة بيقل، هتيجي تقول لي نصف القطر في المجموعة بيزداد. هنا علاقة عكسية، هنا في المجموعة علاقة طردية. أصغر عنصر وهو الفلور، أكبر عنصر عندنا وهو مين؟ وهو السيزيوم. أكبر عناصر الجدول الدوري عموما هي عناصر المجموعة 1A. ليه؟ هتيجي تقول لي لأنها بتقع بداية كل دورة، وفي الدورة نصف القطر بيقل، وبتقع هنا في يسار الجدول الدوري مجموعة واحدة، ونصف القطر عندي في المجموعة الواحدة بيحصل له عندي إيه؟ بيزداد في المجموعة الواحدة. ملاحظة: عناصر المجموعة 1A دي أكبر عناصر الجدول الدوري حجما ذريا، اللي هو الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم والروبيديوم والسيزيوم. ليه؟ إيه السبب في الكلام ده؟ عندك لأنها تقع في بداية كل دورة، بداية كل دورة، وطول ما أنا ماشي في الدورة الأفقية نصف القطر بيقل. أصغر العناصر في الحجم الذري وهو هيكون عندي الفلور، وأكبر واحد في الحجم الذري هيكون عندي عنصر السيديوم اللي هو بيقع في أسفل يسار الجدول الدوري الحديث. يبقى كده خاصية نصف القطر فهمناها في الدورة والمجموعة. السؤال بقى بيقول لي رتب العناصر تصاعديا على حسب الحجم الذري. تصاعديا يبقى أنا عايز هنا من الأقل حجم ذري إلى الأكبر حجم أكبر حجم ذري. فهنيجي نبص عندنا الكربون 6، فلور 9، أكسجين 8، نيتروجين 7. فأنا عايز أول حاجة أتأكد إن العناصر دي هل بتقع في دورة واحدة ولا مجموعة واحدة.
فهاجي أوزع الكربون 6، أنا بص ألاقيه عندي 2 4، الفلور 9 2 7، أكسجين 8 2 6، نيتروجين 7 2 5. ده كده الأربع عناصر عندهم عدد مستويات طاقة 2، كل عندهم مستويين طاقة. يبقى أكيد الأربع عناصر بيقعوا في دورة واحدة، وهي الدورة الثانية. الدورة إيه؟ الثانية. يبقى أنا كده هكون ماشي في إيه؟ الدورة. والدورة بزيادة العدد الذري اللي بيحصل عندي للحجم الذري يقل الحجم الإيه؟ يقل الحجم الذري. فأنا عندي أصغر واحد في العدد الذري هيكون عندي الكربون 6، يجي بعد كده النيتروجين 7، يجي بعد كده الأكسجين 8، الفلور 9. فكده العدد الذري بيزداد، الحجم الذري بيقل، وبالتالي أنت عايز تصاعدي، يبقى أقل واحد في الحجم الذري هو أكبر واحد في العدد الذري. فهيجي عندي الفلور ده أقل واحد، يجي بعد كده عندي الأكسجين، يجي بعد كده عندي مين؟ النيتروجين. بعد كده الكربون ده أكبر واحد في الحجم الإيه؟ في الحجم الذري، وأقلها في الحجم الذري وهو هيكون عندي مين؟ هيكون عندي الفلور. هذه العناصر في دورة واحدة، والحجم الذري وعناصر الدورة الواحدة يقل بزيادة العدد الإيه؟ الذري. الخاصية التانية بقى السالبية الكهربية هنسيبها إن شاء الله لحصة قادمة بإذن الله. يا رب تكونوا استفدتوا. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.